عبودة وين رايح؟ لا إله إلا الله علقتني. هي خالتي أم أحمد، رايح أجيب أغراض لأمي وصتني عليهن. إيش بدك تجيب لها؟ هلا أشوف. ولا شي، كم غراض للبيت؟ لك مو أنا خالتك أمك؟ جاوب. حسبنا الله ونعم الوكيل. بدي أجيب لها زبدة فستق حلبي، بدها تعملنا شوكولاتة دبي بالبيت. لك ياي بسني أنا الحلبي شوكولاتة؟ لا تجيب لها، طلعوا إلا خالتي أم أحمد جايتك، بدي تعمل لك أطيب زبدة فستق حلبي أصلية و100%. ما خالتي خلا بتبهدلني. اطلع لحقتك ما بتبهدلك إلا على طريقة مذاق بتسكت. طيب طالع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل مع بعض شوكولا دبي مع تحضير أطيب حشوة بيتوتية وبلون وطعم مميزات وبدون منكهات أو أي صبغات أو إضافات صناعية إن شاء الله. أول شي منجيب 80 جرام كنافة مفرومة فرم ناعم ومنحطها بطواي ومنحمصها على نار هادية ليصير لونها ذهبي. ممكن تضيفوا لها شوية زبدة بس نحن ما حطينا لها. وبعدها منجيب 200 جرام فستق حلبي منحطهم بمحضرة الطعام ومنطحنهم ليصيروا نعمات مثل البودرة هيك مثل مو شايفين. وهلا منضيف لهم نص كوب حليب مكثف محلى وملعقتين كبار طحينة وبنرجع بنخلط. الخليط صار معنا سميك شوي لأنه كان بده لسه حليب مكثف محلى، بس للأسف هاي الكمية اللي كانت عنا، مشان هيك الأفضل نضيف كوب كامل من الحليب المكثف المحلى لهالكمية. بعدها ضفنا له ملعقتين كبار زيت نباتي وضربناه بالمكسر لأنه محضرة الطعام تعطلت وكانت أول الخسائر بهالوصفة للأسف. إذا بتعجبكم فيديوهاتنا لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتكتبوا لنا تعليق. بعدها منحركه تحريكة ومنضيف له الكنافة المحمصة وبنرجع منحركه لتختلط بالكامل. وهاي تاني الأضرار للأسف، السباتيولا انقطعت كمان. الحمد لله على كل حال، مو مشكلة، اللي بده ياكل عسل بده يتحمل قرص النحل. وبالأخير منضيف شوية فستق مكسر بيطلع كتير طيب مع الحشوة هيك، نخلطه منيح وبس بتصير حشوتنا جاهزة. ريحة الفستق بتشق الراس ما شاء الله. هلأ مندوب الشوكولا بحمام ماء ساخن. نحن استخدمنا 200 جرام شوكولا، نصها حلوة ونصها مرة. وبس ذابت منجيبها ومنجيب القوالب اللي بدنا نصب الشوكولا فيها. منصب الشوكولا هيك ومنحرك القالب لنتأكد انه الشوكولا وصلت لكل اطرافه، ومننتبه انه ما نسمك الشوكولا كتير. منرجع الشوكولا الزايدة على الصحن بهالطريقة وهيك صار القالب جاهز. منحطه بالبراد لتضرب الشوكولا ومنجيب القالب الثاني. هذا ام عبده وام احمد هن اشتروه قال بدهم يعملوا فيه شوكولا دبي، وبنفس الطريقة منحط فيه الشوكولا ومنوزع على كامل اطراف القالب. وبهالقالب استخدمنا ريشة رسم لحتى نغطي كل أطراف القالب بشوكولا ومنشيل الزيادة وعلى البراد. بس جمدت منجيب القالب منرجع ندهن شوكولا على الأطراف والأماكن اللي ما لها شوكولا ومرجعنا على البراد. بتعرفوا انه بتركيا عم فكروا يستوردوا الفستق الحلبي من سوريا؟ يا حذركن ليش؟ قال لأنه صار في عندهم نقص بمخزون الفستق الحلبي بسبب الكميات الكبيرة اللي تم استهلاكها من هالمحصول بإنتاج شوكولا دبي. وبس جمدت مرة تانية منرجع منجيب القالب ومنمد الحشوة في قلبه بهالطريقة. منعبي القالب بالكامل بالحشوة ومنترك فراغ بسيط مشان الشوكولا. وهلأ منجيب الشوكولا المذابة نسكبها فوق القالب. منحرك القالب لنغطي أرضيته بالكامل بالشوكولا. منخبطه خبطتين ومنرجعه على البراد. بنفس الطريقة منعبي القالب الثاني ومنغطيه بالشوكولا ومنشيل الزيادات وبمساعدة الريشة غطينا الأماكن اللي ما وصل شوكولا. وعلى البراد
وبعد حوالي نص ساعة أطيب شوكولا دبي صارت بين إيديكم. منطالعة من القوالب وبس صارت جاهزة. شوكولا دبي ملت الأسواق، بس المشكلة إذا بدك تشتري رخيصة الحشوة تبعيتها بتكون مو أصلية، وإذا بدك وحدة أصلية كتير سعرها غالي. بهالطريقة تحصلوا على أطيب شوكولا دبي وبحشوة أصلية و100% وأطيب من أطيب شوكولا بالسوق إن شاء الله، وبنكهة وطعمة الحمد لله خرافية. جربوها وإن شاء الله رح تحبوها، وبالعافية.